الثاني تحت فرص كثيره، مي اهم شيء هو وصلوا للبوطو مقارنه مع الموسم الماضي. راه لي زوكازيون اللي كانوا ديال ساندوز اكثر من هاد ديال هذا الموسم. دونك الوداد حاضر الثقه ديالنا، حنا كامل الثقه في اللاعبين ان شاء الله. اهم شيء هو يريكوبيرو اللعابه اللي تكون لا ريكوبيراسيون ويفو جيرو الدوزيام ماتش. نعم، تدبير جيد. كنرجعوا نتابعوا الاهداف، يعني اللحظات الابرز خلال هذه المباراه. 3 ديال الاهداف. هذا الهدف اللي تسجل بعد مجهود جيد كيف ما قلت، نعم، ديال منتصر الحسيمي. مجهود رائع بصوره فنيه اكملها المدافع كودزي في شباك فريقه. هذا الشوط، تفاصيل الشوط الثاني كان جيد ان فريق الوداد ينهي الشوط الاول متقدما نسبوا جمعه بهدف ل0. تدبير الشوط الثاني، هذا جاء الهدف هنا ضربه جزاء اللي عطات الهدف ديال التعادل لفريق ماميلودي صندوز الجنوب افريقي. بعد ذلك كانت كما قال بن شريفه رده فعل سريعه فريق الوداد اللي عاد وتقدم في المباراه بهدف انس صرغات اللي كان كبديل لعبد الله حمود. التدبير ديال تفاصيل التدبير بالنسبه خصوصا بالنسبه لفريق ساندوس مع بدايه الشوط الثاني شفنا لاحظنا انه دار تغييرين باش يعطي واحد شويه نفس جديد للفريق. فريق ساندوس مدافع واحد شويه باش يسجل هدف، خلى ان فريق الوداد اتاحوا ليه عده فرص من عندك الفراغات اللي خلى في الدفاع ما استغليناهاش. وجات واحد الكره ولا ضربات ديال الزاويه كانت متتاليه، خلات اخر ضربه جزاء اللي احتسبها الحكم وكانت زعما ضربه جزاء صحيحه. فريق ساندوس سجل هدف التعادل، ولكن